طحين كاسة سمنة رح نعمل مع بعض أطيب وأسهل برازق بيتي ممكن تعمليه وتقدميه لعيلتك وضيوفك بالعيد. تعال نحكي بسم الله لايك وشير. تعال نبدأ. بالبداية بدي كمية الطحين، طبعا كل المقادير بالكابشن. أنا خلطت طحين عشان يكون ناعم، حطيت حليب بودر، مطيبات، راح أستخدم المحلب والفانيلا، وراح أحط رشة الملح عشان تعدل النكهة. هيك المكونات الجافة صارت جاهزة. هلا بالنسبة للسمنة استخدمت كاسة سمنة لينة، هلا بسيتهم 10 دقايق، عودت ضفت معلقة سمنة ودخلته الثلاجة مدة ساعة يرتاح. بالنسبة للسمسم المحمص، سمسم محمص نص تحميصة عليه قطر جامد وشوية ماء زهر، عجنته لحد ما صار متماسك. طلعت العجينة من الثلاجة، حطيت عليها السكر والمي الباردة طبعا القطر الجامد. ذوبت المكونات مع بعض، حطيتهم، صارت عندي عجينة جاهزة للعمل. هلا بدي أقطعها قطع صغيرة، أحطها بالفستق الحلبي، بعدين بالسمسم اللي جهزته مسبقا بدي أحطها بصواني ألمنيوم تدخل الفرن. داخل الفرن درجة حرارة 180 بالرف من تحت مدة 10 دقايق. هيك طلعت وصارت جاهزة للتقديم. بخليها تبرد وبقدمها.